لو كنتم زيي بتحبوا الجلاش الحادق بكل انواعه وكل حشواته وبتحبوا جدا تعملوه دايما ويكون دايما موجود على سفرتكم في المناسبات وفي في العزايم وفي الولايم، يبقى اكيد وصفتنا النهارده للبرك التركي المحشي بالعصاج وبالميكس من الجبن، واللي معمول بسائل ترويق جديد جدا من بنات افكاري وما فيهوش اي دهون كتير. هيعجبكم. لو اول مرة تشوفوني انا دكتورة سهى، اتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندي 4-5 معالق من القشطة وش اللبن، هنزل عليهم بحليب سائل واقلبهم كويس قوي لحد ما يبقى سائل بالمنظر ده اعرف ادهنه في الجلاش. عندي لفة جلاش هاخد منها 3 ورقات كل مرة، وهلف الباقي علشان ما ينشفش، وابدا ادهن السائل بتاعي اللي هو وش اللبن، القشطه وش اللبن اللي انا دوبتها في شويه حليب بين كل ورقه والتانيه بالشكل ده، دهن كويس. وبعدين هبدا اجيب العصاك بتاعي واحطه في الطرف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه في الفيديو، واحط ميكس من الجبن. انا استخدمت جبنه تركي وجبنه موتزاريلا، ممكن تستخدموا شيدر او اي جبنه تحبوها، وهبدا احط شويه جبن فوق العصاك وهلفه زي الاسطوانه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وفي صينيه مدهونه بس كويس قوي بالسمنه هحطه بالشكل ده، وابدا اكمل لفه الجلاش علشان تبقى بالشكل الحلزوني ده، وهدهن وشها كويس قوي بالسمنه وادخلها فرن سابقه تسخينه 180 درجه عشان تطلع لنا بالشكل التحفه ده. انا مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه قد ايه، سائل الترويق مخلي الطعم بتاع الجلاش في حته تانية خالص، الطبقات حلوه جدا، وطبعا شكلها شيك جدا وهي محطوطه على السفره، وطعمها تحفة جدا فوق ما تتصوروا. أتمنى لو عجبتكم وصفتنا النهاردة للبوريك أو البرك التركي المحشي باللحمة المفرومة وميكس الجبن واللي معمول بسائل ترويق جديد جدا من بنات أفكاري، إنكم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، وبالهنا.